السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أصدقائي في فيديو جديد. حاسس إن يومك عدى وما انجزتش حاجة؟ حاسس إنك قصرت وإنك بعيد جدا عن اللي كنت مخطط له؟ استنى لحظة، ممكن تكون بتقيس غلط. إحنا غالبا بنبقى قاسيين جدا على نفسنا في نهاية اليوم، تبص على اللي عملته وتقول بس كده؟ هو ده كل اللي قدرت أعمله؟ وساعتها تبدأ تحبط وتفقد الحماس ويمكن توقف خالص. بس الغريب بقى إنك لو رجعت تبص على شهر كامل أو سنة كاملة هتتفاجئ إنك عملت حاجات كتير فعلا، لأن الإنسان غالبا بيبالغ في تقدير اللي يقدر ينجزه في يوم واحد وبيقلل جدا من اللي يقدر يحققه مع الاستمرار. المشكلة مش في اليوم الضعيف، المشكلة إنك تخلي اليوم الضعيف يوقفك. النجاح الحقيقي مش بيجي من يوم خارق ولا من دفعة حماس مفاجأة. النجاح الحقيقي بيجي من أيام عادية كتير ورا بعض، خطوة صغيرة ورا خطوة صغيرة، وفجأة تلاقي نفسك وصلت لمكان كبير. وده بنشوفه جدا في رمضان أو في أي وقت ضغط. ناس كتير تقول هبدأ بعد العيد، هبدأ لما نفضى، هبدأ لما طاقتي ترجع. بس الحقيقة إن القليل اللي بتعمله كل يوم حتى لو بسيط أحسن بكتير من التوقف الكامل. زي ما بنقول دايما، قليل دائم خير من كثير منقطع. فمتقسش نجاحك من يوم واحد، ويومك الضعيف مش معناه إنك فاشل، المهم إنك متقفش. ذاكر صفحة، حل سؤال، راجع فكرة واحدة، اعمل أي خطوة صغيرة بس كمل، لأن النتائج الكبيرة غالبا بتتولد من خطوات صغيرة محدش كان واخد باله منها. اكتب لنفسك النهاردة هدف صغير جدا واعمله مهما كان يومك مش مثالي، وافتكر دايما الاستمرار هو اللي بيكسب في الآخر. ما تنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين نتكلم عن إيه الفيديو اللي جاي.